السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد من فيديوهات المشاكل اللي مش بتخلص. مش عايزين ننسى الكومنت، الشير، اللايك، السبسكرايب طبعا عشان ما ننساش لو الفيديو عجبكم. ومستنيين رأيكم بعد كل مشكلة بنقولها في التعليقات، تقولوا لنا رأيكم فيها ايه. يلا بينا نبدأ مع أول مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي مشكلة شخصية بتواجهني، باختصار هقولها لكم. ومحتاجة نصيحة. أنا اتعرفت على شاب معايا في الكلية وأعجبت بيه، وهو أكبر مني بسنتين. تحول الإعجاب ده لحب، وبدأت في بتابعه على الانستجرام وتابعني وتفاعلنا على الاستوريات. ولكن في وقت بعد كده قررت ان انا ازيله من عندي، وهو بعدها باسبوع عمل لي ازالة كمتابعة ليه. وبعد فترة تواصلت معاه عن طريق الانستجرام، لكن بشكل مجهول، واعلنت ليه عن مشاعري واعترفت بحبي ليه، واكدت ليه اني زميلة ليه في الجامعة. في الاول اصر على معرفة انا مين، ولكن انا طلبت منه انه يديني فرصة استجمع شجاعتي واقول له انا مين. بعد 4 ايام قررت اني اقول له انا مين، وطلبت منه الرد على اعترافي بالحب. رد عليا انه مش هيقدر يرفض او يقبل غير لما يتعرف عليا بشكل اكبر على في الحياة الواقعية. ومن بعدها بطلنا نتكلم تاني، وهو مردش عليا ولا بآه ولا بلأ، ومردش على اعترافي اصلا. وبعد كده لاحظت تغيير في سلوكه، انه بقى بيلاحقني بنظراته من وقت للتاني، وبيقعد جنبي وقريب مني، بيتعمد ان هو يعدي من جنبي. وعدى على الحوار دوت 4 شهور على ان انا اعترفت له يعني بحبي، وهو مدانيش رد. ورغم كل دوت انا بتجاهله تماما، ومش بديله اي رد فعل، وما اتكلمتش معاه. ولكن انا بشعر بالحيرة من التصرفات بتاعته ديت و... وعايزة اعرف معنى تصرفاته دي ايه، فممكن تساعدوني. طيب انا هقولك على حاجة. الممنوع مرغوب. هو شايف بنت جميلة قدامه حلوة، وهي اللي راحت تقول له انا بحبك، فهو متأكد ان البنت دي بتحبه. تمام. فايه المشكلة ان انا اتسلى يومين مثلا، او مثلا ممكن هو يكون في نيته خير. انا هعرفها والدنيا تمام، ونشوف بعد كده الدنيا هتودينا لفين. لكن هو مش بيحبك، او هو مش معجب بيكي. هو ما جالكيش غير بعد ما انتي رحتيله، فانتي ما كنتش في باله. فخلينا واقعيين شوية، ان هو الموضوع بالنسبة له هو ان هو حس ان هو مرغوب. هو حس ان هو واحدة عجب، انا عاجب واحدة، فليه لأ. تمام. فخليكي على موقفك انتي، برافو عليكي، خليكي ماشية زي ما انتي، تجاهلي تماما. اللي عايزنا يخبط على بابنا، مش احنا اللي هنروح نقول له تعالى. اتمنى ان نصيحتي تكون عجبتك، وهنستنى رأيكم في الكومنتات. تعالوا مع بعض في المشكلة التانية. المشكلة التانية معانا بتقول انا عندي 38 سنة، اتجوزت وانا 18 سنة من راجل اكبر مني في السن، وللأسف جوازنا مكملش سنة واحدة واتطلقنا. على الرغم من اني جميلة ومقبولة في الشكل، وما تقدمليش حد بعد طلاقي خالص للجواز. وفي يوم لقيت راجل، او قابلت راجل وعايشني في السعادة اللي انا فقدتها من اول جوازي. كان الراجل دوت كبير في السن بالنسبة ليا، ولكن فرق السن ما كانش مشكلة بالنسبة لي، لاني كنت حاسة براحة وكنت بشتغل معاه اصلا. ورغم كده ما كنتش طمعانة في فلوسه، كنت صادقة معاه. لكن الامور اتغيرت لما مراته عرفت بعلاقتنا، رغم انها ما كانتش بتهتم بيه قبلها ولفترة طويلة، وكان بيعيش في البلد بتاعتي لوحده. لكن هي قررت ان هي تيجي عشان تاخده. هو عيل صغير، هتيجي تاخده عشان عرفت ان بعلاقتنا. وطبعا هو تلقائي راح لمراته. بعد التجربة دي استمرت حياتي في عذاب، ومش بحب حد ولا بحاول اتعرف على حد. بعد 11 سنة من الفراق رجع الراجل ده تاني لحياتي، لكن حالته المادية كانت مزرية، وساب كل حاجة لمراته.
قررت ان انا ابدأ من جديد معاه، وصبرت عليه 3 سنين. اشترى لي بيت صغير وعشنا فيه سوا. كنت عايزة لاني كنت عايزة اتجوزه واعيش معاه في اطار حلال، لكن ظروفه ما سمحتش لي بالزواج مني. طب ما انتوا عايشين مع بعض في بيت واحد، ايه المشكلة ان انتوا تتجوزوا؟ دلوقتي انا عايشة معاه في بيت واحد بدون زواج، وعايش في عذاب. هو في السبعينات من عمره واعتنى بيا، لكن بشعر باضطراب وقلق. بيقول لي انه عايز يفضل معايا لحد ما يموت ويدفن في بلدي، لكن انا حاسه بخوف من ربنا ومن المجتمع. ارغب في الزواج والانجاب اطفال بشكل شرعي، لكن الان هو كبير في السن ومريض، ومش عايزه اسيبه لوحده. اشعر بالتوهه والحيره. لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو انتي برضو عندك 38 سنة دلوقتي، انتي مستنية ايه؟ يعني هي الست اللي عاشت معاه عمرها كله وعمره كله سابته. طبعا مش بقولك سيبيه، بس على الاقل اتجوزوا. ايه المشكلة ان هو يتجوزك قبل ما يموت؟ يعني تعيشوا مع بعض كزوجين، دي افضل حاجة يعني. ايه هو انتوا مستنيين ايه؟ انا مش فاهمة. ايه اللي هيمنع ان هو يتجوزك؟ ما خلاص هو طلق مراته وسابها مفيش حاجة يعني مفيش حاجة تخليه ما يتجوزكيش. انا مش فاهمة. معانا المشكلة الأخيرة. بتكلم معاكم عن مشكلة تخصني، هي مشكلة زوجية بتواجهني، وعايزة نصيحة ودعم. أنا متجوزة من راجل متجوز مرتين وعنده 12 طفل. أنا زوجي أنا وجوزي معانا الجنسية غير الجنسية الأساسية بتاعتنا. أنا متجنسة وعايشة في أمريكا، وهو اتجنس بعد ما اتجوزنا وعنده وظيفة، وعندنا بنتين. برغم من ان زوجي طيب ومحترم، الا اني بشعر بالتجاهل والتقصير منه. هو مش بيهتم خالص ومش بيراعيني ومش بيفاجئني بهدايا، ودايما مشغول بالشغل والاصدقاء. مش بيقضي وقت كبير معانا في البيت، بيقضي كل وقته برا مع اصحابه او في السفر. حتى ساعات ان هو بيسافر فجأة وبيسيبني اشعر بقلق. بيسيبني من غير ما يقلق عليا، بالاضافة الى انه بيحملني المسؤولية كلها، مسؤولية البيت والولاد ومشاكلنا الزوجية. وبشعر بالحساسية والألم بسبب هذه الظروف، وبحتاج لتغيير من الحالة. حسيت باكتئاب، وحاسة اني بتحمل اكتر من اللي اقدر عليه عشان خاطر بناتي، ولكن انا في ضغط وقلق نفسي بسبب التهميش. اعمل ايه؟ وانا محتاجة ان انا اتكلم معاه والدعم منه، بس مش بلاقيه. ما هو زي العصفور للأسف. هو بيحبش يفضل في عش واحد، بيحب يطير طول الوقت. فنصيحتي ليك ان انتي تقعدي تتكلمي معاه، او تقولي له انا عايزه كذا وكذا، وانا محتاجه لكذا وكذا منك. غير كده كمان انتي ما عندكيش طاقه ان انتي تتكلمي، او خلاص اتكلمتي كتير وما جابش نتيجه، خلاص. فمن رأيي ان انتي خلاص عيشي وخلاص. لو مش قادرة خلاص، الدنيا بالنسبة لك قفلت، اطلبي الانفصال. يعني ان هو خلاص. بس انا من رأيي ان هو لا. طب ايه المشكلة لما يلا نسافر سوا؟ انتي اللي تقترحي لي يلا نسافر، يلا نروح، يلا نخرج، يلا نغير جو. فاهمة قصدي؟ فايه المشكلة؟ صدقيني ده هيجيب نتيجة. كده وصلنا لاخر فيديو، اخر الفيديو معاكم، وهستنى رأيكم، هستنى لايك وشير والسبسكرايب بتاعكم، ورأيكم في الكومنتات على كل مشكلة قلناها. ولو حد عنده مشكلة وحابب ان احنا نقولها، سيبها لنا في الكومنتات، وان شاء الله هنقراها ونحلها سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.